هي ست البيت الشاطرة بقى تعمل ايه لما تبدأ اليوم بتاعها الساعة 8 بالليل وتخلص كل حاجة وتخلص الأكل وتخلص كل اللي وراها قبل ما كمان جوزها يجي. متخيلين بقى يعني هي صربعة. أول حاجة كده صلوا على النبي، وحدوا الله، ويلا بينا بقى نبدأ الفيديو. بصوا بقى، النهاردة أصلا اليوم كان مترتب له ترتيب مختلف خالص، بما ان النهاردة الخميس يعني، أو ده يوم الخميس اللي بتصور في الفيديو ده، فكان مترتب له ترتيب تاني خالص. كنت مرتبه سبحان الله ان اقوم بدري واعمل روتين حلو في الشقه والكلام ده كله، علشان بحب يوم الجمعه كده يجي عليا ابقى رايقه بقى وابقى مظبطه الدنيا ولو في ملايه هتتغير، مثلا هحط غسيل في الغساله، الكلام ده كله. بس اللي حصل ان من يوم الاربع يسر تعبانه جدا وسخنه، وانا مش عارفه اصلا ايه السبب بصراحه. وحاولت افتح بقها غصب عنها كده عشان اشوف بس لو في سنان بتطلع جديدة او حاجة، بس مفيش يعني، لا مفيش سنان بتطلع جديدة ولا حاجة. فكان في سخونية غير مبررة، وطبعا ده بيخوفني جدا، لان انا بالنسبة لي ان الطفل يسخن دي اصعب من ان هو يجيله دور برد، لان انا بخاف من السخونية قوي. المهم يعني يوم الخميس بقى ظهر عليها اعراض الرشح والكلام ده كله، فقلت الحمد لله، اخدت نفسي شوية. نزلت بيها للدكتور واداني العلاج اهو اللي قدامكم دوت، ده مضاد حيوي طبعا قديم خلاص هيترمي، كان في التلاجة. اداني بقى حاجات جديدة وخافض حرارة والحاجات دي كلها، والحمد لله ايه يعني الدنيا اتحسنت شوية، اللي هم لك الحمد يا رب. ربنا بقى ايه يستر كده، دخلت الشتاء معايا مرتين يسر، فربنا يستر بقى على الشتاء والتقل اللي بيجي بيه، فربنا يستر يا رب على اولادنا جميعا يا رب ويبارك فيهم. فكنت عايزه اعمل حاجات كتير، فمعرفتش خالص ان انا اخلص كل الحاجات اللي ورايا النهارده، فقلت خلاص الم او انقذ ما يمكن انقاذه، اللي هو يعني اظبط الاوضه بتاعه الركنه، ان انا مثلا لو في حاجه مرميه على الارض اكنس كنسه خفيفه، لو في تراب، لو في حاجه، عارفين الحاجات الخفيفه بما اننا بنقعد فيها، فمش هنقعد كمان فيها مكركبه، يعني مش هيبقى ما اتعملتش ولا اتمسحت وكمان هنقعد فيها مكركبه. فلميتها في الوقت الضايع، اللي هو ببص في الساعة لقيت خلاص الساعة 7:30 8، ومفروض محمد جاي وانا ما عملتش حاجة والله العظيم، ولا عملت اكل ولا اي حاجة. فاللي هو لا، ما صدقت بقى يسري نامت واخدت الدواء والحرارة هديت شوية ونامت، فقلت عملت اللي ورايا، لان هي لما بتبقى تعبانة بتبقى مقريفة، وانا بصراحة ما بعرفش اعمل منها حاجة وما بعرفش اسيبها اصلا. فالحمد لله يا رب اللهم لك الحمد، ريحت شويه وانا بقى قمت زي ما انتوا شفتوا، والله الشويه اللي انا عملتهم دول فعلا كانت نايمه، ما قامتش غير وباباها بيحط المفتاح في الباب، سمعت صوت المفتاح فقامت، لكن غير كده لا الحمد لله يعني. انا اصلا عملت الركنه بس يعني، لميت اللعب والكلام ده كله. وبعدين بقى النهارده كنت هعمل ايه، كان عندي حته لحمه مفرومه صغننه جدا، وكان عندي برضو حتتين 3 بوفتيك كده، فرحت مقطعاهم شاورما، وقلت بقى هعمل ايه سندوتشات النهارده شاورما، وحته اللحمه اعملها كفته ونجيب عيش فين وخلاص، يعني حاجه خفيفه كده. حطيت شويه لبن وشويه ملح وفلفل وشويه بهارات لحمه، وكمان حطيت على اللبن شويه خل علشان يبقى عامل زي اللبن الرايب، علشان الشاورما بتحب الزبادي، بما اني ما عنديش زبادي فالجيش قال لك اتصرف، فانا اتصرفت. وسبتهم بقى يتنقعوا شويه في الخلطه بتاعتهم دي، هو المفروض كانوا يتعملوا بدري عن كده، بس انا والله يعني ايه ما كانش فيه وقت خالص، بس الحمد لله. بعد بقى كده جبت بصلايه وسط، فرمتها كده فرم ناعم، تمام، علشان هتبل بيها اللحمه. حطيت بقى شويه ملح وحطيت شويه فلفل اسمر وايه، وهحط بقى ايه فيها اللحمه، تمام. ودول برضو معلقتين بقسماط، علشان انا مش هصفي البصله بتاعه اللحمه المفرومه، مش هصفي البصله يعني مش هعصرها، فالبقسماط هيمتص اللحمه الزياده، فاهمين قصدي. بس حطيت بقى معلقتين بقسماط، يعني نخلتهم، لان البقسماط ده انا كنت عاملاه فينه في البيت، فكان في حتت كده خشنه فيه، فحبيت ان انا انخله علشان لو في حتت خشنه تتشال، تمام. وحطيت حته اللحمه المفرومه زي ما انتم شايفين صغننه خالص، مش كبيره اصلا يعني، وفضلت بقى اعجن فيها شويه حلوين، وحطيتها في العلبه كده، وهسيبها بقى ايه، هسيبهم يعني شويه صغيرين، علشان حتى بس ايه اللحمه كده تتربط شويه، والشاورما تشرب بس من التتبيله بتاعه اللبن والخل والتوابل مش اكتر، لان المفروض كانوا يتعملوا بدري عن كده، بس بصراحه ما كانش عندي وقت خالص. هنا بقى كان عندي كمان شويه مكرونه مسلوقه في التلاجة اسباجيتي، فقلت هعمل شويه صلصه صغيرين قوي، حطيت شويه زيت صغننين، وحطيت كمان عليهم حته تومه مفرومه بهريسه شطه، دايما العلبه دي ببقى حطاها في التلاجة يعني بتنفعني قوي، تمام. يا دوبك التومه كده بالهريسه طلعت الريحه بتاعتها كده وبقت ريحتها حلوه، ورحت نازله عليها بطماطميتين مبشورين او 3 طماطميات، انا عندي شويه مكرونه صغننين جدا فانا مش هكتر الصلصه، تمام.
ومش هضرب في الخلاط كنت عشان يسري ما تقومش من صوت الخلاط. وبعد كده رحت جايبه كيس صلصه ورحت حطاه، يا دوبك حطيت شويه ميه في الكيس علشان بس انزل البواقي بتاعه الصلصه، ونزلت عليها في الحله. عايزه اقول لكم الطريقه دي في الطماطم بتبقى سهله وسريعه جدا، وفي نفس الوقت ما بتاخدش معاكي وقت. وانا اصلا كانت المكرونه شويه قليلين فما كنتش محتاجه صلصه كتير زي ما قلت لكم. هنا بقى كنت خلاص، كان محمد جه، فقلت خلاص بقى هبدا ايه ان انا احط الكفته في الفرن، وعقبال ما الكفته تتحمر يكون كمان الشاورما اتعملت. تمام تمام. هنا بقى بعمل ايه، بعصج على عصايه شيش تكون تخينه شويه، مش من العصيان الرفيعه قوي، وبعمل الصباع رفنع كده وطويل علشان يبقى قد رغيف الفينو. تمام تمام. والطبق الاخضر اللي هناك ده فيه حته ليا، انا ببقى مسيحه ليا وحطاها في برطمان، بيبقى طعمها حلو قوي يا بنات. وكمان لو اللحمه بتاعتك مش دسمه، اللي هي بتديها طعم حلو، لان انتوا عارفين ان افضل كفته ممكن تاكليها هي الكفته الضاني. فعلشان تحسي ان انت بتاكلي حته كفته طعمها حلو، حلو قوي ان انت تحطي حته ليا برضو براحتك خالص، لان في ناس اصلا ما بتحبش الليا ولا بتحب طعمها. تمام تمام. هنا برضو الشاورما بتاعتي حطيت معلقه ليا صغننه جدا جدا، ويا دوبك ساحت، ورحت نازله عليها بالشاورما. لازم اللحمه تعمل تش، فاهمين فاهمين. المهم اللحمه هنا نزلت الميه بتاعتها وشربتها. انتوا عارفين ان الشاورما او البفتيك ما بياخدش وقت في السوى. رحت نازله عليه ببصلايه او بصلتين على حسب كميه الشاورما اللي عندك. انا ما كانتش كتير زي ما قلت لكم، كانوا كام حته بفتيك فما كانوش كتير. نزلت عليهم بالبصله اديتها تقليبتين، بعد كده نزلت بالفلفل برضو تقليبتين ثلاثه، بعد كده هنزل بالطماطم. انا بنزل التدريج ده، بصل فلفل طماطم. بعد كده بقى التركيه اللي بتديها طعم حلو قوي، اللي صاحبتي قالت لي عليها، شويه بقدونس حلوين كده في الاخر خالص، اللي هو خلاص هتدي تقليبه وهتقفلي على الشاورما، تنزلي بمعلقتين ثلاثه كده بقدونس حلوين. يعني ممكن حزمه بقدونس مثلا لو هتحطي نص كيلو لحمه، فاهمه؟ طعمها بيبقى حلو قوي. اصلا اول ما بتنزلي بالبقدونس بتشم ريحه حلوه قوي، سبحان الله. يعني التركيه دي اخدتها من صاحبتي. بصوا بقى بديها ايه، موطيه النار خالص بقى وكده. يعني طلعت بقى الكفته من الفرن زي ما انتم شفتوا، وخلاص هغرف الشاورما. يعني عايزه اقول لكم ان انا ما بسيبهاش على النار خالص، وكمان ما بسيبش الخضار مع الشاورما يدبل قوي، لا برضو بيبقى فيه القرشه بتاعته الحلوه دي. بصوا بقى هنا شكل الاكل كان تحفه، الحمد لله اكلنا واليوم اتقضى بقى، والحمد لله. اكله سريعه خفيفه كده، كان طعمها جميل ولطيفه. جربوها بالطريقه ديت هتعجبكم جدا، واشوفكم في فيديو جديد. باي باي.